السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه الياس. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضروا مع بعضياتنا تورته عيد ميلاد اولا كيكه عيد ميلاد بجينواز وحده. غادي نحضروا تورته وغادي نحضروا حتى لي طرونش بمذاق الشوكولا وبالكناج ديال الشوكولا اللي كيجي رائع جدا، وحتى كلاصاج اللي غادي نحضروه بدون جيلاتين سهل جدا للمبتدئين. صراحه هي تورته ممكن تحضريها بتغمض العينين، اول تجربه تصدق معاك، كلشي سهل. تابع معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، الا جربتيها اكيد غادي تبهري عائلتك من اول تجربه ماشي تيخو انك درتيها في الدار. نبداو على بركه الله. طريقه التحضير: هنا خديت اناء ندير فيه 8 ديال البيضات اللي يكونوا بحال المطبخ. طبعا انا بالنسبه لهذا البيض الحجم ديالو متوسط، ما تخلعوش ب8 ديال البيضات، فغادي نقول لكم علاش درنا 8 في التالي، غير صبروا معايا. غادي نضيف عليهم 2 اكياس ديال السكر بنكهه الفاني، درت هنا 2 ديال لي شاسي، الوزن ديال كل وحده 7 غرام راهم معروفين. وغادي نضيف كاس ديال سكر سنيده، تقريبا عندي هنا 5 في 5، دونك درنا 10 ديال المعالق ديال السكر سنيده. غادي نطلع البيض مزيان مع السكر سنيده حتى يضاعف الحجم ديالو، يولي اللون ديالو فاتح، وحتى حتى القوام البنات كيبحال كيتقاد شويه، كيولي بحال كريمي. ضروري تطلعوه مزيان البنات على الاقل 10 ديال الدقائق حتى يضاعف بحال هكذا. الا حسيتوا به ما بغاش يطلع لكم اولا تعطل، ديروه في باماغي باش يطلع لكم في الساعه، وتضيفوا واحد المعلقه سخونه ديال الماء سخون باش يطلع لكم في الساعه الخليط. من بعد غادي نضيف هنايا عندي 8 ديال المعالق ديال الزيت المائده مع 8 ديال المعالق ديال الماء. غادي نضيفهم ونخلط مره واحده فقط، غير باش نمزج المكونات فقط، باش ما ننزلش الهواء اللي دخلناه طبعا في الاول في البيض. ونمشيو باش نضيفوا النواشف اللي عندي هنايا. دقيق اللي غربلته في الاولى نغربلو المره الثانيه فوق من الخليط باش يدخل لينا يعني في الساع في الخليط ديالنا وما ينزلش لينا الهواء اللي كاين. وحاول اني نخلط غير بشويه. غنضيف الكاس الثاني نفس الشيء، 10 ديال المعالق ديال الدقيق الابيض. عندي الكاس الاول فيه 5 ديال المعالق، والكاس الثاني فيه 5 ديال المعالق ديال الدقيق الابيض. وغنضيف 2 معالق ديال الكاكاو والمر، يكون من نوعيه جيده طبعا، حتى هو نغربلوه لان كيكون فيه حبيبات. وفي الاخير غادي نضيف خماره ديال الحلوه، الوزن ديالها 8 غرام. اللي ما كتبغيش دير خماره حلوه ممكن ما ديرهاش، لكن المبتدئين انا كنصح بها من اول مره صراحه، كتخلي الجينواز تجي رطبه، فممكن ديروها. درت هنا خماره واحده الوزن ديالها 8 غرام تقريبا معلقه صغيره. ونخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم غير بشويه حتى يندمجوا المكونات. ومن بعد غادي نديرهم في واحد المول. بالنسبه ليا انا استعملت هذا الصنيد ديال الفران اللي معروف الفران ديال الكاس، فالطول ديالو 70 على 37، كيكون الحجم ديالو كبير طبعا. الا كان عندكم مزيان، ما كانش غتقسموا الخليط على 2، يعني 2 ديال الصنيوات صافي. هنا غادي نحاول نسرحها مزيان، ومن بعد نضربها واحد الضريبه على سطح العمل باش نخرجوا داك الهواء اللي كيكون فيها. كندخلها للفران اللي كيكون سخون من قبل على النار اللي هي مهيله طيب على خاطرها. الا كان الفران كيشعل من الفوق ومن التحت غتشعل من الفوق ومن التحت تقريبا 10 ديال الدقائق، وكنخرجها. كي كتفوت 10 ديال الدقائق كنخرجها، ما كنخليها تحمر لا حتى شي حاجه، لان هذه اصلا درناها بالكاكاو يعني اللون ديالها غامق. دونك من بعد ما كنخرجها كنحيد لها ديك الصنيوه، ما كنخليهاش في الصنيوه اللي خليتوها في داك الصنيب كتيبس في الجوانب. كنحيدها وكنرش عليها شويه ديال السكر كلاصي تتبرد طبعا. نرش عليها شويه ديال السكر كلاصي ونحيد عليها الكاغط سيفيغيتي. هي الجينواز من الاحسن تخليوها حتى تبرد وعاد تبداو تقطعوها. انا على حسب التصوير غادي نقطعها مباشره لان صراحه ما عنديش الوقت، فغادي نخرج منها 2. غادي ندير طورطه وغادي ندير لي طرونش. ممكن في هذه الاثناء البنات نتوما ديروا طورطه، واللي بقى لكم النص الثاني ديروا به كيك رولي مثلا اللي كانت عندكم عيد ميلاد، اولا ديروا 2 طورطات حتى هي راه كتجي مزيانه. يعني قلت لكم هذا الجينواز اولا 8 ديال البيضات كتخرج لكم يا اما 2 طورطات يا اما كيك رولي وطورطه يا اما لي طرونش والطورطه كما درت انا. يبقى لكم الاختيار. باش نحضروا الكاناج خديت كاس ديال الكريمه تقريبا 200 ملل اللي درتو على النار حتى سخن مزيان، وضفت ليه 50 غرام ديال الشوكولا السوداء، تقريبا 20 قطعه ديال الشوكولا. صافي غادي نحاول ندوب هذيك الشوكولا مزيان في الكريمه اللي هي سخونه، ونخليها على جانب حتى تبرد وعاد ممكن نضيفوها للكريمه ديالنا ضروري. بالنسبه للكريمه هنا خديت نص يوترو ديال الكريمه اللي طلعتها وزدت عليها داك الكاناج اللي برد اللي كان فيه. درنا فيه الكريمه كاس ديال الكريمه ودرنا فيه الشوكولا. ضروري حتى يبرد، الا درتو شي حاجه سخونه على الكريمه ديالكم ما كطيحها. من بعد نضيف 2 معالق ديال الكاكاو والمر، من الاحسن يكون نوعيه جيده، ونغربلوه طبعا. صافي غادي نمزج المكونات مع بعضياتهم، وهذا هو الكاناج ديالنا. كيجي المذاق ديالو رائع جدا، كيجي بنين. غادي نطلعوها على جنب ونخليو الكريمه على جنب، ونمشيو باش نحضروا الطبقه المقرمشه اللي خديت فيها 50 غرام ديال الشوكولا السوداء اللي درتها على النار حتى دابت. من بعد نضيف عليها تقريبا 10 ديال المعالق اللي مخلطين ما بين اللوز والكركاع اللي قطعتهم هكا طريفات، وزدت عليهم 5 ديال المعالق ديال الفيوتين كيتباع
المحلات اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلوى تقول لي فيوتين غيعطيه لك. صافي غنخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. هذه طبقه مقرمشه اللي سهله واقتصاديه صراحه. صافي اول حاجه غادي نبداو بالمونتاج. خديت هذا السيركل اللي معروف ديال الكيك اللي كيتحل راه معروف، ودرت اول طبقه، من بعد سقيتها بالقهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للسقوان درت كاس ديال الماء، زدت ليه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان ومعلقه ديال السكر سنيده. وهذه السقوه كتعجبني، هذه السقوه ديال القهوه كتجي زوينه مع هذا الكيك. درت الطبقه المقرمشه هي الاولى، حاولت انني نوزعها نسرحها مزيان، ومن بعد ندير الطبقه الثانيه ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه راه حضرناها قبل راكم شفتوها، كتجي كريمه اللي هي متماسكه. غادي ندير واحد الطبقه اللي هي تقريبا تكون متوازيه مع الكيك. دائما الكريمه حاولوا تقسموها على 3 باش تجيكم هي هذيك. غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الجينواز اللي واخا تكون هكا مقسمه ماشي مشكل، ما كتجيش باينه في التقطاع نهائيا. غادي نسقيها حتى هي بالقهوه، وندير طبقه ديال الكريمه فوق منها، ومن بعد ندير الطبقه الاخيره ديال لي جينواز. هنا تقسمت لي لان كانت بعيده، حطها في طبله بعيده وزيتها غير بيد وقسمتها غير انا لان صراحه الجينواز كتجي رائعه، كتجي كيف ما تشوفوا بنات. يعني شيشه رائعه البنات. الجينواز ناجحه فاش كنديروا لها هذيك شويه ديال الزيت مع شويه ديال الماء، كتجي خفيفه وزوينه بحال درتي لها المحسن. غادي نسقيها حتى هي، ومن بعد غادي نضيف اخر طبقه ديال الكريمه، نحاول اني نسوي لها الوجه ديالها مزيان وندخلها للمجمد. الا لاحظتوا معايا رانا درنا المونتاج ديال هاد الطورطه بلا معدات بلا حتى شي حاجه. انا كنخدمها سباتولا وكنخدم غير بمعلقه اولا موس هكا طويله، راه تساعدك في الخدمه، يعني ساهله للمبتدئين. واخا ما يكون عندك والو غتحضريها من اول تجربه غتجيك زوينه وفينيه. صافي غادي نمسح الجوانب ندخلها المجمد. من الاحسن تخليوها ليله كامله يكون احسن صراحه، وعاد تزينوها. انا دخلتها المجمد. غادي نكملوا المونتاج ديال لي طرونش. بالنسبه لي طرونش قطعت 3 ديال القطع بحال هذا الشكل. درت سقيت المرسول الاول نفس السقوه، سقيت بالقهوه سريعه الذوبان، وغادي ندير طبقه ديال الكريمه اللي هي تكون رقيقه ماشي عاليه بزاف، ومن بعد ندير الطبقه الثانيه ديال الجينواز وكنسقيها حتى هي. كنضيف الطبقه الثالثه ديال الكريمه، وهذه الطبقه الاخيره ديال الجينواز. يعني درنا 3 ديال الطبقات ديال الجينواز. نسقيها حتى هي، اكيد ما كنسقيش بزاف لان الكيكه جات خفيفه بزاف اولا الجينواز. صافي غادي ندير اخر طبقه ديال الكريمه، غادي نحاول نصاوبها مزيان وغادي ندخلها حتى هي المجمد. من الاحسن ندخلوها المجمد باش فاش نزينوها تجي فينيه. نمشيو باش نحضروا الكلاصاج اللي ساهل جدا، اللي درت فيه 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس ديال السكر سنيده. درت عليه كاس ديال الماء، كاس واحد نعمرو به جميع المكونات، ونص كاس ديال الزيت. غادي نضيف 2 معالق ديال الكاكاو المر المغربل. من الاحسن يكون الكاكاو النوعيه الجيده طبعا باش كيعطيكم مذاق ولون زوين. غادي نحاول انني نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم مع الماء هو يعني بارد. بالنسبه ليا غادي هذا الخليط غنديرو على النار اللي هي مهيله مع التحريك المتواصل لمده ديال 10 ديال الدقائق. كما كتشوفوا في الاول كيبقى يدير لكم فقاعات بحال هكا. غادي نخليه يغلي على النار اللي هي مهيله حتى كنحس بالخليط ديالي تقال على هذا الشكل. البنات كندير بالمعلقه هكذا كيبان لي بحال الخليط تقال وبدا كيبقبق بحال هكذا. شوفوا البنات كيفاش كيولي الخليط ديالو كيولي ثقيل. صافي فوا كتفوت 10 ديال الدقائق الخليط ديالنا كيولي ثقيل وكيولي بقبق. كيبقاش يدير لنا هذيك الكشكوشه في الاول، كيكون دير واحد الكشكوشه في التالي ما كتبقاش كتختفي ما كتبقاش. صافي عرفي ان الكلاصاج ديالك واجد. صافي كنصفيه وكنخليه حتى يبرد وعاد نستعملوه. بالنسبه للطورطه من بعد ما جمدت غادي نخرجها نحيد لها داك السيركل. فهاد السيركل صراحه كيعاون بزاف وخاصه المبتدئين كيعاون. يعني الطورطه كتلقايها مفينيه فيبقى لك غير تغطي الجوانب تغطيها هكا بالخليط ديال الكريمه اللي كيكون متبقي لك. كنغطيو هذيك الجينواز صافي وكتزينيها كيف ما بغيتي كتلقايها مفينيه. صراحه السيركل كيعاون بزاف. هنايا غادي نغطي الجوانب مزيان بالكريمه. ممكن ترجعوها المجمد وعاد تزينوها. انا غطيتها مزيان بالكريمه، من بعد درتها فوق واحد الزليفه. ديروها فوق شي حاجه عاليه باش لان هاد الكلاصاج غادي يستقطر. دوك اللي غادي يستقطر غادي نولي نعاودو نستعملوه لي طرونش نتوما عارفين باش ما نضيعوش. صافي غادي نحاول نديرها دائما نبداو من الجوانب وعاد نمشيو للوسط ونكونوا سرعه في هذه المرحله لان التزيين مهم جدا. صافي غادي نسرحها. الا حسيتوا بالجوانب ما تغطاوش لكم مزيان ممكن تاخذوا غير معلقه وديروا فوق الجوانب بلا ما تقيسوا الكيكه اولا الطورطه بلا ما تقيسوها، غير من الفوق تحاولوا تغطيو الجوانب. من بعد نخليوها حتى تستخضر مزيان وغادي نزينها بالفيوتين غير من التحت. ممكن تزينوها بالبلوز ايفيلي تزيني بقى على حسب الرغبه، لكن غادي نزينو غير لتحت ماشي الجوانب كاملين غير لتحت. صافي
من الاحسن في هذه اللحظه فتكون الطورطه جامده، فاش تكون جامده كتخليكم تساعدكم انكم تزينوها كيف ما بغيتو وتهزوها بلا ما تخافوا. هنا خديت هذا الملمع الذهبي اللي هو راه كيتباع عند المحلات اللي كيبيعوا لوازم الحلوى، خاص يعني بالاكل يعني مزيان. فكنحاول ناخذ هذا المرشم ديال الحلوى، ممكن تاخذوا غير كاس ولا اي حاجه عندكم، وكنديروا في هذاك الملمع وكنزين به على هذا الشكل. التزيين كيبقى على حسب الرغبه، انا التزيين يعني في اخر لحظه شي حاجه كتبان لي كنديرها. خديت شويه ديال الكريمه البيضاء اللي درتها هكذا على الجل، ممكن تزينوا بلي ماكارو الا كان عندكم، تزين على حسب الرغبه ديالكم على حسب الذوق واللي متوفر عندكم. انا داكشي اللي كان عندي في الثلاجه درتو، ما زدت حتى حاجه، ما جبت حتى شي حاجه على برا. بالنسبه لي طرونج الكلاصاج اللي بقى لي غير هو جمعته وليت دفيته واحد شويه وخليته يعني تطلق، وليت عاوتاني خليته حتى برد واحد شويه وعاد استعملته، لان بحال فاش كيبقى كيجمد بزاف يعني كيولي ثقيل صافي. ودرتو فوق من لي طرونج من الاحسن يكونوا جامدين صافي، وخليته حتى قبض راسو. وغادي نقطع لي طرونج ديالي، نحيدو الجوانب ونقطعوهم كيف ما بغينا. طبعا الا كان عندكم ديك الكرتونه اللي كنعبروا عليها، فانا غادي نديرها باش نعبر عليها باش نجيب العبار هو هذاك. غير من الاحسن لي طرونج يكونوا جامدين فتجيو تقطعوهم باش تجي التقطيعه فينيه. انا في هذه اللحظه ما كانوش عندي جامدين مزيان، يلا دخلتهم المجمد غير ربع ساعه وخرجتهم ما كانوش جامدين، فبدات لي الجينوات كتفتت. فخليهم يجمدوا مزيان وعاد تقطعوهم باش تجي تقطيعه فينيه ويجيو لي طرونج واعرين. لكن في المذاق راهم كيجيو رائعين جدا تاع الشوكولا، ما نعاودش لكم، غير جربوهم، انا متاكده غادي يعجبوكم. هادو هما الطبقات كيف كيجيو رائعين جدا، خاصه الا كانوا جامدين غيجيو فينين اكثر. هذا هو التزيين ديالنا، زينتهم شويه ديال الكريمه، ندير ديال حبيبات ديال الشوكولا من الفوق. التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم على حسب المتوفر عندكم. المهم انها طورطه سهله جدا، الا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر انا متاكده انكم غادي تجربوها وغادي تنجح معكم من اول تجربه. نتمنى الفيديو نال اعجابكم، ما مليتوش معايا، انا عارفه الفيديو طويل. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نحط لكم التورته ديال الحامض اولا ديال الليمون. انا حضرتهم صراحه بثلاثه في خطره، غير قسمت لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو الطويل. بالنسبه لهاد الطورته كانت مناسبه العيد ميلاد ديالي، فغادي نوريها لكم كيفاش جات من الداخل. واخا كديري لداخل المرصو هكذا مقسام اولا الجينواز راه ما كتجيش باينه، غير مونطي مزيان راه ما كتجيش باينه، كتجي رائعه، المذاق ديالها رائع جدا مع الطبقه المقرمشه اللي كتكون لداخل ومع الكاناج الكلاصاج، صراحه مذاق رائع جدا. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ونتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش باللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديال القناه ديالنا. خليتكم على خير، نتلاقاو فيديو